مرحبا وأهلا وسهلا. في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى مفهوم الوضعية المسألة. قبل أن نتطرق لهذا المفهوم لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. إذا مفهوم الوضعية المسألة حسب إكزافي روجيز فإن الوضعية المسألة هي تتكون من كلمتين: أولا وضعية ومسألة situation problem. إذا لدينا الوضعية وهي situation، هذه الوضعية تحيل إلى الذات في علاقتها بسياق معين أو بحدث. مثال لذلك: خروج المتعلم إلى نزهة، زيارة مريض، اقتناء منتوجات عيد الأم، اليوم العالمي للمدرس، وما إلى ذلك. إذا هذه الوضعية هي غالبا تكون قريبة للحياة اليومية وتساعد المتعلم على الاندماج في التعلم. إذا دائما قبل أن نعطيه المسألة تكون لديه وضعية. مثلا خرجت مع صديقتك أو مع صديقك مثلا لاقتناء شيء معين في كذا. إذا هذه هي وضعية. ثم في هذه الوضعية بعد أن نعطي للمتعلم هذه الوضعية نعطيه في داخلها المسألة. مثلا وصادفتك مشكلة في كذا وكذا وكذا، كيف تحل أو ماذا تقترح لتساعد صديقك لكي يفك أو لكي يجتاز هذا المشكل أو كذا. إذا تدخل في الشق الثاني اللي هو البروبليم أو المسألة. إذا الوضعية المسألة تتكون من وضعية. إذا وضعية تكون تحيل إلى الذات، إذا ذات المتعلم، ثم بعد يعني تعطيه هذا الموضوع تأتي المسألة. إذا المسألة تتمثل في استثمار معلومات أو إنجاز مهمة أو تخطي حاجز لتلبية حاجة ذاتية عبر مسار غير بديهي. كذلك يعني الوضعية تحدث هذه الوضعية المسألة الهدف منها هو إحداث خلخلة للبنية المعرفية للمتعلم. والتعلم عن طريق البنية الوضعية المسألة يساهم في إعادة بناء التعلم وتتموضع ضمن سلسلة مخططة من التعلمات. ومن مميزات الوضعية المسألة أهم المميزات هناك أنها تمكن من تعبئة مكتسبات المتعلم السابقة وإضافة يعني المكتسبات الجديدة بعضها لبعض. وكذلك توجه التلميذ نحو إنجاز مهمة مستقاة من محيطه، وبذلك تعتبر ذات دلالة تتمثل في بعدها الاجتماعي والثقافي، كما أنها تحمل معنى بالنسبة للمسار التعليمي للمتعلم أو بالنسبة لحياته اليومية أو المهنية. وكذلك تحيل إلى صنف من المسائل الخاصة بالمادة أو مجموعة مواد وتعتبر جديدة. إذن المسألة الوضعية المسألة يمكن أن تعتبر تقويمية إذا كانت جديدة. إذا سوف نرى هذا في التقويم. إذا كانت الوضعية المسألة يعني جديدة، يعني يمكن أن فهي إذا كانت جديدة ومشابهة لوضعيات المسألة التي لاحظها المتعلم أو سبق له أن يعني صادفها، فإنها تعتبر يعني تقويما للكفاية. وتعمل هذه المميزات على التمييز بين التمرين التطبيقي لقاعدة أو نظرية من جهة، وبين حل المشكلات المتمثل في ممارسة الكفاية من جهة أخرى. والوضعية المسألة تتكون من شيئين: تتكون من السند والحامل. السند أو الحامل وتتكون من السياق. إذا السند أو الحامل يتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للتلميذ، والتي تتمثل في السياق والمعلومات والوظيفة والمهمة وكل ما يمكن للمتعلم أن يستعمله. هذا كله يسمى سند أو حامل. ثم بعد السند والحامل تأتي المهمة التي تعطى للمتعلم. إذا وضعية المسألة تتكون من السند أو الحامل والمهمة التي سوف يقوم بها. إذا تعطيه السند أو الحامل معطيات، تعطيه معلومات، تعطيه وظيفة مثلا أنظيم أو الوظيفة التي سيقوم بها المتعلم والمهمة التي سيقوم بها. وبعد أن تعطيه كل هذه المعلومات تعطيه معها المهمة. إذا هناك السند والحامل الذي يتكون من السياق والمعلومات والوظيفة، ثم تعطيه المهمة. إذا وهذه المسألة تتكون من المهمة والسند. إذا هذا كله يعني ما يتعلق بالوضعية المسألة. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد. شكرا.